بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة هنعمل شربات الحلويات او القطر او الشيرة زي ما بيقولوا بعض اخواننا العرب في الدول العربية. هو سهل جدا، مفهوش اي حاجة، بس له شوية يعني زي تعليمات كده بحيث عشان نحافظ عليه وما يسكرش ويقعد معانا طول السنة او طول شهر رمضان على حسب الكمية اللي انت هتفضلي ان انت تعمليها. انا الحقيقه بعمل هنا ده كيلو سكر. كيلو السكر بحط عليه، هو كيلو السكر عامل حوالي 4 كوبايات من الكوبايه ديت، فانا هحط عليه مقدار كوبايتين ميه من نفس مقدار الكوبايه. ادي كوبايه وادي التانية. تمام، مش هقلب، مش هعمل اي حاجه، انا هولع النار، مش هقلب ولا اعمل اي حاجه غير اني مش عارفه ليه مش عايز يولع. ثانيه واحده، خلاص شغلت النار اهو. انا مش هقلبه، انا هسيبه لحد لما يغلي، هو هيدوب لوحده السكر. وانا عصره هنا ليمونه متوسطه. بصوا انا عصرها على مصفى، حتى لو عصرها بالعصاره برضو بيفضل ان هي تتعصر على مصفى كده علشان اي شوائب او اي حاجه في الليمونه احنا مش محتاجين لها علشان ما يبقاش فيها شوائب في الشربات. وكمان معايا باكل فانيليا اللي هو ده، لو انت عندك فانيليا سايبه يبقى حبه صغيرين على طرف المعلقه. الليمون هحطه بعد ما الشربات يغلي. هحط الليمون واوطي النار عليه ولحد ما يبتدي يتقل. هوريكم تقله ازاي بعد ما يتقل. وخلاص انا كده عجبني التقل بتاعه. انا بعمله ولا تقيل ولا خفيف، يعني بعمله متوسط، ينفع لكل انواع الحلويات، للكنافه، للقطايف، للبسبوسه، لبلح الشام، لصوابع زينب، للزلابيه، كل حاجه. فبعمله بينفع في كل حاجه. بس طبعا بالنسبه للبسبوسه لازم بسخنه او اعمل لها هي شربات تاني خفيف ليها لوحدها. انا هسيبه لحد لما يغلي وبعد كده هوريكم امتى نحط الليمون. كده يا جماعه الشربات غلي اهو كده، خلاص غلي. ممكن اقلب بقى براحتي عادي اهو. هبتدي احط له عصير الليمون. دي عصير ليمونه متوسطه وانا مصفياها من اي شوائب، وهقلبه كده بس عشان يدخل كله في بعضه. وهسيبه حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، كل شويه هبص عليه لحد ما احس ان هو بدأ يستوي ويتقل. هروح حاطه رشه الفانيليا واطفي عليه واسيبه يبرد خالص، واعبيه في برطمان ازاز او بلاستيك على حسب ما انت عايزه اهو. طبعا هو لا مش بيطلع ولا ريم ولا اي حاجه، دي رغاوي عاديه جدا من السكر. فان شاء الله هوريهولكوا لما يستوي ونطفي عليه باذن الله. استنوني. بصوا يا جماعه هو خلاص كده. بصوا شايفين الرغاوي بتاعته لما بتبقى شكلها كده بالمرحله دي هو خلاص بيبقى استوى. بصوا تقله، هو ده التقل الايه المظبوط، لان لما بيبرد بصوا ايوه، بصوا النقط دي هي دي اللي انا اقصد عليها. لما بيبرد بيمسك اكتر وبيتقل اكتر، فانا مش عايزاه اتقل من كده وهو على النار علشان ما يبقاش تقيل قوي بعد ما يبرد خالص ويروح منه السخونيه. انا دلوقتي اخر حاجه هعملها هحط باكل فانيليا زي ما قلت لك. لو انت عندك فانيليا سايبه او فانيليا سايله ممكن بتحطي حبه صغيرين جدا. وفي ناس ما بتحبش الفانيليا بتحط ميه ورد او ماء زهر، يعني زي ما انت عايزه. بس كده خلاص اخر غلوه مع الفانيليا، وهطفي النار واسيبه بقى يبرد خالص. انا كده هطفي النار اهو كده، خلاص طفيت. طبعا من السخونه هو لسه بيغلي. بس كده هسيبه بقى يبرد نهائي، يبرد تماما، واعبيه في البرطمان واشيله في الثلاجة او
او اشيله بره، يعني زي ما انت عايزه. بس طبعا يفضل في التلاجة عشان يفضل ايه، يفضل عايش معاكي وقت طويل لحد ما يخلص ما يبص. اهو شايفين لونه فاتح وجميل. طبعا ممكن لو استخدمتي سكر اغمق تلاقي لونه اغمق شويه، ما تخافيش عادي، لان في انواع سكر زي سكر التموين ساعات بيجي لونه غامق شويه او ابيض، يعني لما بيبقى غامق شويه ممكن يخلي الشربات طبعا لونه غامق شويه. بصوا 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 النقط دي، هي دي كده التقل بتاعه المناسب، لان اول ما هيبرد هيتقل شويه. ان شاء الله لما يبرد وعبيه هوريهولكم باذن الله. وده يا جماعه كان الشربات او القطر او الشيره بعد، بصوا السمك بتاعه بعد ما برد خالص وعبيته في البرطمان. انا بالنسبه لي البرطمان ده ممكن يكفيني رمضان كله، ولو احتجت في اخر رمضان بعمل، لان مش بعمل حلويات كتير. هو التقل ده حلو، اللي هو لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. ينفع تحطيه على كل حاجه، القطايف، الكنافه، الزلابيه اللي هي لقمه القاضي او العوامات بيقولوا عليها كده بالسوري، او صوابع زينب، بلح الشام. كل الحاجات دي تنفع بالشربات اللي هو الوسط ده، لا تقيل ولا خفيف. بتمنى ان الفيديو يكون مفيد ليكم، وكمان هو يبقى مفيد اكتر للبنوتات اللي لسه متجوزين او البنوتات اللي بيتعلموا لسه في بيت اهاليهم الطريقة بتاعت عمل شربات الحلويات. هي طبعا اكيد كل ستات البيوت المخضرمين يعني عارفين الحاجات ديت، فاحنا طبعا بنقدم الحاجات دي مساعدة للناس اللي ما بتعرفش. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.